ثروة اقتصادية محلية هدرت رغم أنها تدخل كمادة أولية بالكثير من الصناعات النسيجية الصوفية، حيث أخذ الصوف المجز من الأغنام لم يحظى بقبول أو اهتمام دفع مربي المواشي إلى جزه دون الاستفادة منه رغم كمياته الهائلة. كم القصاص طبعا الغنامة على الشكل عام آلاف الأطنان جاية تنزل يعني للولايات، الدوار لا يشتري هنا، ناخذه هناك ب1000 وب1000 وربع، نبسط عليه في كم يوم ما عليه سحب، فننطر مرات والله أنا عندي بالحوش مخزون من العام والسنة ما عليه شاري. عندنا الصوف العراقي أحسن صوف بالعالم، قاعدين نقصه ونذبه لا له سوق ونتعب عليه، يعني ما له سوق أبد. انخفاض أسعار الصوف بالسوق المحلية وعدم إقبال المعامل الحكومية على شرائه من مربي المواشي جعلهم يتخلصون منه بسبب قلة الطلب عليه، ليقتصر أمر جزه من الأغنام لتخليصها من الحرارة ولتسمينها، ما يعني أن هدرا ماليا لم يستفد منه. مو عندنا معامل مال سجاجيد مال زوالي، وينه هذا الصوف؟ هل عندنا خير من الله هالمشوم؟ لا واحد ياخذه لا واحد يشتريه، ناخذه نبيعه يعني نذبه بالشول ونجي، غير مثل يودونه للمعامل يستاردونه يودون للتجار. نوخر عن الحلال منتحر الدنيا يصير غثيث عليه، يعني حار الدنيا عليه، نجيبه لا ينباع لا له شرايه، نذبه أكثر شيء بالشول ما بي فايدة. إغلاق العديد من المعامل الإنتاجية المصنعة للمنتوجات الصوفية المختلفة جعل أن تتكدس الأصواف المحلية يقابله غزو المنتجات المستوردة، وأن لا تواجه أي منافسة من الصناعات المحلية بالأسواق التي سجلت ارتفاعا بالمستورد من البضائع المصنعة من الصوف. أي دولة هسه من الدول هذا الصوف اللي عندها قاعد تستخدمه تخبطه بالزولية، تخبطه بالنسبة 50%، بس من تخبطه نسبة 50% سعر الزولية زاد 10 أضعاف، وهنا عندنا مادة أولية احنا هامليها برخص التراب، وما حد معاملنا كلها مغلوقة وما نعرف شنو النتيجة، ومادة أولية قاعد تنهمل. تعطيل ماكينة الغزل والإنتاج لصوف الأغنام العراقي عاد بآثار سلبية على ما يصنع محليا من المنتوجات، ما أتاح فرصة لغزو البضائع الصوفية المستوردة. من الديوانية محمد إسماعيل، قناة الحرية.